السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فراولاتي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تم صحه وحال وراحه بال يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. معاكم ليلى فوزي. فلو اول مره تشوفوا القناه فعلي حالا زر الجرس على كل هتدوس السبسكرايب الاشتراك واللايك والتعليق يا احلى وارق فراولايه في حياتي. صباح الجمال مساء الجمال لو انتوا بالليل، بس انتوا اكيد الفيديو ده هيوصل لكم بالليل، في ناس بقى بتشوفوا الصبح. مبدئيا كده ان شاء الله المحتوى بتاع الفيديو النهارده يعني في مكان حلو قوي اكتشفته، يعتبر اكتشاف بالنسبه لي انا. بس ما شاء الله اللهم بارك، هو معرض جميل جدا. احلى حاجه فيه بنات اللي هو لامن جميع الحاجات اللي ممكن تخطر على بالك من الاجهزه الكهربائيه، بدايه مثلا من المكوى البخار، المكوات الستاند اللي مش عارفه ايه، الحاجات كتير جدا جدا جدا، البوتاجازات البلت ان، كل حاجه ما شاء الله اللهم بارك. فكان عاجبني فيه كام حاجه، وهم اوصل للحاجات مثلا هبقى اشرح لكم طبعا باستفاضه. يعني طبعا يعني زي ما انتوا واخدين بالكم ان ده توست، ولكن مش حبه كامله توست ابيض، وده كان يعني نهار ابيض لاني بعدت انا اجيبه وفي الاخر اكتشفت ان هو توست ابيض. ولا يعني الوقت ده كده كان بعد الفجر ومفيش حد فتح، وصعب ان انا انزل دلوقتي مثلا اروح فار او اعمل اي حاجه، ما عنديش وكمان رقم هايبر ماركت محمود الفار مثلا، ومتهيأليش ان هيبعتوا دليفري في ميعاد زي ده، فللاسف اضطريت. عايزه اقول لكم ان كان يعني بجد انا كنت مستاءه جدا، ما كنتش مبسوطه خالص على فكره. وفيما بقى وبعدها انا حسيت ان انا مش مبسوطه، معدتي مش مرتاحه زي ما انتم شايفين كده. لسه في بدايه اليوم بقول لكم بعد الفجر على طول قررت مثلا اخد بقى ايه الافطار بتاعي كده. قلت اقعد في البلكونه شويه وبعد كده ننزل مع بعض نشوف الايه الفلوج بتاعنا. كانت مكة صاحية بقى في الوقت ده، وبما انكم بتحبوا تشوفوا المناظر الطبيعية عايزة اقول بس نقطة كده، ان سبحان الله من اسباب دوام النعمة ان احنا يبقى فيه شكر ليها. يعني نشكر النعمة الموجودة في حياتنا عشان ربنا، يعني ان شكرتم لازيدنكم، عشان ربنا يجعلنا فيها ايه استزادة. يعني ساعات كده بنصحى ونفتح الشباك كده، شويه الهواء اللي بيجوا دول بجد لازم نشكر ربنا عليهم، ان احنا مثلا بنشمهم. لو في منظر كويس بتشوفيه لازم تشكر ربنا عشان ربنا يحصل فيه الاستدامه. يعني زي ما انتوا عارفين ان انا ان شاء الله قريب، يعني خلال الكام شهر الجايين دول همشي من البيت هنا، فعشان كده حتى لو انا هقعد فيه فتره قليله لازم اشكر ربنا على اي يوم انا قضيته فيه، او اي يوم انا استشعرت نعمه ربنا عليا، حتى لو بسيطة. يعني فاهمة، حتى لو هي حاجة مش كبيرة جدا. بقولك يعني سبحان الله، لو تاخدوا بالكم ان انا هنا كده ده غروب، يعني الاولاني كان شروق لكن ده كده غروب. تقدروا تميزوا الغروب من الشروق. طبعا لو تاخدوا بالكم ان هنا الشمس هي شمال، جايه من الاتجاه كده ناحيه الشمال، بالنسبه لي جايه من اليمين من ناحيه الشروق الصبح. يعني تحس ان الشمس مختلفه. انا اكتر معادين بصراحه بيبقى فيهم هدوء، يعني بصراحه متلاقيش في ناس كتير، تلاقي تحس ان الدنيا هاديه شويه. هنا كده كنت بعد الجيم رحت انا وسما ميك اب، فجبنا كده حاجه من هناك، وبعد كده رحت بقى لان هنشوف مع بعض اللي هو المكان اللي انا صورت لكم منه. بصوا بنات بقى، جيت المعرض ده ما شاء الله الحاجات فيه الاجهزه فيه مميزه. اللي عجبني فيه يا جماعه ان هم ما شاء الله في بعض الأجهزة مميزة ومش موجودة في حتة تانية. شو بقى دي التسترات كده، السونفير والبلاك انديكر تحفة، وحالة الضغط كمان، خلاطات. والعجان ده حلو، ده كان عندي ده الارشيا، والهاند بلندر. هاند بلندر حلو قوي بنات. بصوا انا بقى ببص على عجان، لان البوش ده ب11 وده ب7.5، لان احنا بنخبز بقى، فاهمين؟ بنخبز بقى. بصوا هنا، شوفوا بقى هنا الخلاطات كلها دي تقطيع دي بتاعت ايه؟ تقطيع الخضار، صح؟ ايه بتاعت ايه دي؟ تقريبا بتعمل ايه، تقطيع خضار وحاجات في نود. شو بقى الكبات، تحت ده كولدير يا بنات، ده كولدير. ثلاجة صغيرة تنفع في مكتب او في حاجة.
بصوا بقى العشق بتاعي، انتوا عارفين المكنسه وجهاز التنظيف. يعني ده جهاز كده بخار. المكنسه دي مكنسه بقى، ده بتاعت السجاد. بصوا بقى يا بنات، انا اصلا يعني انا اصلا بدور على حاجه تغسل سجاد والكنب، بس تكون خفيفه في الاستخدام وفي نفس الوقت سعرها حلو. بصوا يا بنات، ده برضو نفس الحكايه، برضو بلاك اند ديكور، هو تحفه اتنين. اتفرج بقى هنا عندهم الشاشات السمارت بقى وكده، ما شاء الله حلوين قوي ما شاء الله. هبص كده على المكوى لان المكوى عندي باظت. هنبص برضو هنا برضو كده الكتل كانت هنا المكوى العادية البخار. صراحة يا جماعة المجموعة اللي هناك حلوة. ليه بقى؟ بصي، متاح ليكي يعني مثلا الناس اللي بتحب المكوى الستاند هتلاقي المكوات اللي هي جميع الانواع، مثلا جميع الماركات، هي كمان اللي هي الارشيا دي برضو. يعني جميع الحاجات المصنعة مثلا في اي مكان هتلاقيها هنا. اللي عجبني بصراحة في فكرة المعرض، ويعني مثلا اقول ليه مميز او ليه يعني ايه اللي عجبني فيه، اني مليان كل حاجة ما شاء الله لا قوة الا بالله. هنا كده الكتل اللي عدى ده. وعايزه اقول لكم ان عجبتني قوي الترابيزه دي، هي شكل اسمها ايه، المسند ده بتاع الكي حلو قوي. هنا طبعا دي كده اللي هي القلايات، تمام، الاير فراير، سونوفير. عندهم عرض على فكره على الحاجات دي، عاملين عليها عرض طبعا. اللي هي مكنه القهوه طبعا. بصوا يعني هنا بقى بجد العشق يعني. السمج تحفه طبعا بس مش قادره اقول لكم سعرها كام يعني والمكن الاسبريسو فوق. هنا كده برضو الفراير. هنا بقى قطعات او فرمات اللحمه. هنا طبعا الدلونجي واللي هي مكنات الاسبريسو. الديلونجي حلوه، بس فكره بقى لو هتفكري تجيبي هاتي اللي بالمطحنه عشان يبقى افضل لك، تبقي ضامنه مثلا البن مثلا ما يبقاش مضاف عليه حاجات اللي زي البيض. كده الجزء اللي فوق ما شاء الله تبارك الله. بصوا بقى الحاجات البلت ان كلها، الافران. وده كده البلت ان اللي هو السطح بتاع البوتاجاز. مجموعه البلت ان حلوه. بصي مناسبه ليكي لاي حاجه، يعني مناسبه لاي مقاسات ما شاء الله ما شاء الله. ملاحظه ان هم ما شاء الله مهتمين بيهم لان في كتير يعني. هنا برضو اللي هي عملوا لنا كده الاضاءات الورم. بس بقى الاشكال، الشفاط، بصوا برضو في بوتاجازات عادية برضو هنا كده. ده في حتى كمان بصوا ده كده 5 شعلة. طبعا التكييفات. فهي المجموعه ما شاء الله اللهم بارك، يعني هتلاقي اي حاجه انت بتفكري فيها. يعني الثلاجات طبعا بتاعت المكتب صغيره. وهنا البوتاجازات. ده كده الفرن ده. دي كده بقى البوتاجازات العاديه مش البلت ان. 5. دي غسالة الاطباق، ومهمه اوي غسالة الاطباق بصراحه. مايكرويف. بصوا بقى الغسالات ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك. زانوسي، شارب،
كل حاجه ما شاء الله. دي زي بتاعتي هوفر، بس دي سيلفر، دي سيلفر بتاعتنا اكبر. دي تقريبا 7 كيلو. ده كام كيلو ان شاء الله؟ برضو بلت ان تاني ما شاء الله لا قوه الا بالله. بجد يا جماعه ما شاء الله، هي الانواع الحاجات اللهم بارك يا رب تحسيها مميزه مش موجوده في مكان تاني، ومش هتتعبي. يعني لو بتفكري تلمي بقى بيتك كله عروسه كلام من ده، تجيبي كله ما شاء الله من هنا. وطبعا اي حد من القناه ليه خصومات ان شاء الله، واتمنى تكونوا انبسطتوا بالجوله. بصوا يا بنات المكان عن اهو، بصوا اشلاء السواحل هتلاقوه، تطلعوا كده تلاقوه كده جنب البنك الاهلي، جنب بنك مصر اقصد. رجعت البيت. فاكرين يا بنات الشوز ده لما كنت غسلته يعني معاكم ونشف وكده، عملت له شويه حركات حلوه قوي، فقلت اشارككم بيها يعني ربما تنفع حد منكم. فانا كنت شفت حاجه شبه كده وكان سعرها مبلغ وقدره بجد والله. فانا قعدت افكر بقى وكده، فقلت ممكن نضيف له بعض التفاصيل الصغيره هتبقى حلوه قوي فيه. عجبني جدا جدا جدا، شكله قمر. طبعا لو تاخدوا بالكم ان الشوز ده عندي بقاله حوالي فتره كبيره جدا، يعني كتير كتير، يعني مثلا ايه ده يعني مثلا ممكن يكون 5 سنين او حاجه يعني. بس اصلا اللي يعرفني يعني ومن قريب مني كده عارفين ان انا اصلا من النوع اللي انا الحاجه عندي اللهم بارك ما بفضل الله بحب احافظ عليها جدا، وبتبقى اللهم بارك كويسه. هنا بقى كده حبيت بقى مثلا الفيديو القمر ده اوريكم بقى كده الجمال بتاع المنظر البحر. اليوم ده كنت بتكلم مع حد قريب مني جدا، فبقول ان بجد نعمة ربنا سبحانه وتعالى لازم نشكرها في كل وقت وحين بجد والله. نعمة حتى ان احنا بنصحى الصبح نقدر نعمل كل حاجة تخصنا بنفسنا يعني، فهماني. هنا كده بقى كنت عملت ده يوم تاني بقى، مصدقت جبت اللي هو دقيق بتاع لمتنا ده. الدقيق ده بنات دقيق طبعا حبة كاملة، بيبقى لونه زي ما انتم شايفينه كده. اللي بنزلها دي الخميره اللي هي مثلا انا بسيبها فتره تتعمل تخمر. بصوا بقى انا بزود بيني وبينكم ميه معدنيه. ليه؟ لان انا عندي هنا الميه اللي عندي خزان تمام، فانا بستخدم ميه معدنيه. فطبعا دي حاجه محطوطه في الخبز يعني او في العيش، فدايركت هتبقى يعني باينه واضحه. مش مثلا ان انا بستخدم ميه الخزان دي ممكن اللي حاجه مثلا تتغلي حاجه كده، حاجه اللي هي الايه تتسلق حاجه كده يعني، فاهمه. لكن الحاجه اللي بحس ان الميه تبقى في ظاهره فيها زي مثلا القهوه، زي مثلا اللي هي مثلا اي حاجه تتعمل سخنه، هنا طبعا هنا العيش مثلا كده يعني. اضفت كده هنا طبعا زيت الزيتون، بحس ان زيت الزيتون بيفرق فيه جدا والله. اخر مره كده كنت عملته غير زيت الزيتون حلو كل حاجه، بس مش عارفه زيت الزيتون فيه حاجه بيعملها، بحس الطعم بيبقى مختلف يعني. بصي حتى بصي تحس ان العجينه نفسها جميله قوي يعني. وعلى فكره لو خايفه ان العجينه دي تبوظ منك ولا ما بتبوظ ان شاء الله. وبعدين هتجربي مره واثنين وثلاثه هتيجي معاكي ان شاء الله. كانت صديقتي هبه صاحبه بورتو ديكور بتقول لي ليلى عايزه اعمل العيش وشفتك كذا مره عملتيه وعايزه اعمله يعني، فالشطري بقى يا هوبه بقى واعملي. بصوا بقى حطيت بصوا المفروض ده ما تاخدوش بالكم منه، كنت بجرب حاجه بس طلعت فاشله. حطيت كده السمسم على الوش، وخدوا بالكم انا بزود السمسم قوي يعني، انا بزود السمسم قوي لان السمسم فيه كالسيوم، وانتوا عارفين ان انا الى حد ما ربنا يهديني ماليش في يعني. بصي الحاجات اللي هي فيها لبن كده لمن ده يعني، مع ان انا بعشقه.
بس اهو بنحاول كده ايه يعني نظبط الدنيا، يعني الحاجه اللي بتاذينا خلاص. وعايزه اقول لكم ان انا لما النظام ده، عشان بس تبقوا انتوا فاهمين حاجه، النظام ده مش متبعاه غير عشان انا جربت فيه، كان مجرد تجربه، يعني شايفه الناس بتجرب وبتاع، وكان ساعتها انا قولوني تعبان، فانا كنت محتاجه، انا اهم حاجه عندي راحتي، انا راحت معدتي. الحاجه اللي فيها راحت معدتي دلوقتي بقيت بفكر فيها ان انا هعملها، رغم ان انا ممكن مثلا اقول ايه لسه هعجن، انا لسه مش عارفه ايه، لا راحت معدتي بالدنيا بجد. خدي بالك، انا فكره ان انا دقت راحه معدتي، يعني دقت حته ان الارتياح بتاع المعده بتاع القولون، صدقيني بص لو جربتيه لا مش هتقدري تفكري كده تستغني تدخلي معدتك دي حاجه كده اي كلام كده. دي عملت لهم بيتزايه صغيره كده، دي بقى طبعا العيش ده زي ما طلع. على فكره اليوم ده ما كانش ليه مزاج اخبز، عشان تبقوا انتوا عارفين مثلا الواحد مثلا بيخبز وكده، لا خالص ما كانش ليه مزاج، فحتى التشكيل ايه طلع اي حاجه، المهم هو العيش يعني. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.